تدور كتير وتحتار عن ازاي تعمل صامنيل زي دي او دي او دي او دي او دي او دي. بكل سهوله اعرفك في الفيديو ده ازاي تعمل الصامنيل وبخطوه واحده وبكل سهوله في فيديو النهارده. وانا عبد الرحمن ياسر، ويلا بينا الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم كويسين. النهارده نتكلم مع بعض عن ازاي تعمل صامنيل احترافيه. طبعا هنستخدم كانفا الاحترافي بتاعنا كالعاده. هقول لك على كل الخطوات واعرفك ازاي بحسن جوده الصوره، ازاي بعزل الخلفيه، ازاي بحط حاجات ورايا او اكتب كلام ورايا. كل ده هقوله لك في الفيديو بتاعنا او في التفاصيل بتاعتنا. يلا بينا نخش على الشرح على طول. صورة ودي بعدها وهكذا، كل صورة بشتغل عليها واضيفها في نفس الملف بحيث ان هم يكونوا موجودين كلهم على كانفا. هبدأ احدد المقاس بتاعي، هدوس هنا واضيف صفحة جديدة. طبعا لو انت عايز تحدد المقاس من البداية، لو انت على كانفا هتروح على كلمة ابتكار تصميم جديد من هنا وتبدأ تحدد المقاس بتاعك عادي جدا من خلال حجم مخصص، وتبدأ تحدد المقاس بتاعك اللي هو عرض الفيسبوك او الغلاف بتاع الفيسبوك. تمام، اللي هو كام يعني يا عبد الرحمن؟ اللي هو 1080 في 1964 زي ما انت شايف هو مكتوب فوق 1080 في 1964. انا دايما بحب اخد سكرين شوت من الفيديو اللي انا شغال عليه. زي ايه يا عبد الرحمن؟ هروح على التحميلات وادوس على تحميل ملف جديد. طبعا الكلام اللي انا هقوله ده هيعتبر مكرر لان انا شرحته ولكن في فيديوهات منفصله. حملت الصوره معايا، اول حاجه هعملها هشيل الاسود في الصوره ده علشان انا واخد سكرين شوت من الفيديو زي ما قلت لك. اروح على علامه القص اللي فوق وهبدا اقص كده الصوره بتاعتي، طبعا يدوي كده. طبعا الكلام ده انا بعمله من على الكمبيوتر، انت ينفع تعمله من على التليفون بكل سهوله. تمام متفقين. وابدا احط الصوره بتاعتي كده، ولكن قبل ما اشتغل عليها اول حاجه هعملها وان انا هظبط جوده الصوره واديها تون خفيف كده. زي ايه؟ زي الصوره دي كده بالظبط. هروح على الصوره واروح على التطبيقات زي ما انت شايف من القائمه اللي على اليمين او من تحت انت من التليفون من القائمه اللي تحت، واروح على التطبيقات واروح هنا واكتب البيكسل اللي هو التطبيق بتاعنا بتاع تحسين الصور، هو بيكسل. وابدا اختار اول تطبيق معانا. طبعا انا شرحت الكلام ده في فيديوهات منفصله. انت ينفع طبعا تشتغل الطريقه دي وتكسب منها فلوس لو هتعمل صوره مصغره لاي حد حتى لو بسعر رمزي. زي ما انت شايف هدوس على الصوره علشان تحدد معايا وادوس هنا زي ما انت شايف تلقائيا هيبدا يحسن لي جوده الصوره. شايف انتهى معايا اهو. هدوس على كلمه ريبليس عشان يستبدل لي الصوره. زي ما انت شايف تلقائيا حسن لي جوده الصوره. تمام، عشان تشوف الفرق بس كده ركز في الصوره. هدوس ارجاع زي ما انت شايف الصوره بقت عامله ازاي وكده بقت عامله ازاي. كل ده في خطوه واحده من غير ما اعمل اي حاجه، انا كل ده تلقائيا. بعد ما دوست على الصوره هديها تون خفيف من فوق خالص من التعديل، واروح على الفلاتر من هنا اهو وادوس على عرض الكل وابدا اختار اي فلتر مفيش مشكله او الفلتر ده واديها تون خفيف اقلل الجوده بتاعته زي ما انت شايف كده علشان تكون زي اللي فوق بالظبط. تمام اهو. تمام، هديها زود التون شويه مفيش مشكله. تمام، ظبطت الصوره وعطيت التون الخفيف، الصوره بقت احسن وجودتها احلى معايا. هبدا اخش على الخطوه رقم 2 واللي انا هضيف الصور والعناصر. انا في الفيديو ده او الصوره دي هتكلم عن حاجه فرق بين الاثنين، يعني عايز اضيف صورتين لتليفون. بجيب صوره التليفون ازاي يا عبد الرحمن؟ زي دي كده، بروح على التطبيقات وابحث اسمها موك اب اهو، موك اب هتلاقي عندي ظهرت معايا اهو. هبدا ادوس على الابلكيشن بتاعها، هلاقي عندي هنا هواتف ذكيه. هروح عليها واختار التليفون اللي من غير اي حاجه وليكن مثلا التليفون ده، وهبدا اميله كده اهو واحط هنا الفيديو معايا بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده او التليفون بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده. تمام، انا عارف انا عايز يجي على الصباع. احنا في الاخر هقول لك ازاي تجيب الصباع ده فوق التليفون. تمام، الصوره فيه هروح على التحميلات وابدا احمل الصوره اللي انا عايز اضيفها. طبعا انا محملها عندي هنا اهو، وليكن مثلا هضيف الصوره دي. هبدا اسحبها كده واحطها هنا زي ما انت شايف، اسحبها من هنا واحطها هنا او اعمل لها علامه اضافه. ازاي يا عبد الرحمن؟ خلينا نرجع خطوه كده اهو. هدوس عليها هتضاف معايا هنا، اسحبها بايدي كده وارميها جوه هتلاقيها اتضافت معايا. نفس الكلام تقدر تعمله من التليفون، ضغطتين عليه يفتح لك التعديل بتاعها. هقلب الصوره كده اهو وابدا اسحبها كده اهو، اظبط بس مقاسها واسحبها كده اهو بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. تمام، خلصت اول واحده. هبدا اروح على الموك اب تاني واضيف نفس التليفون تاني علشان هبدا احطه هنا. طبعا التصميم ده بيكون اللي انت عايزه، يعني مش شرط تعمل التصميم اللي انا بعمله، انا بتكلم عن طريقه الشغل نفسها. تمام، انت ينفع تشتغل بالطريقه اللي تعجبك، كل واحد كل شيخ وليه طريقته زي ما بيقولوا اهو. خلينا نقلب التليفون اهو واحطه هنا كده، انا قاصد ان انا احطه هنا. هروح على التحميلات واجيب الصوره اللي انا عايز احطها، الصوره اهي. تمام، واسحبها كده وارميها هنا. اتحطت معايا الصوره اهو، ضغطتين عليها
واقلب بنفس الكلام. خلاص احنا عرفنا، انت قلت لك خلاص انا بعلمك الطريقه اهو، وابدا اضيف الصوره. تمام، انا ضفت الصوره اهو. طبعا البتاع مختلف عادي، ممكن نشقلبها الجنب التاني كده اهو، وادوس على تطبيق التغييرات، اتعدلت معايا اهو. تمام، جميل جدا. ضغطتين تاني، لا انا عايزها اليد تكون باينه لان ده الهدف اصلا من الفيديو اهو. ماشي اهو تطبيق التغييرات. تمام، حلو قوي. ضفت التليفونين، عايز اضيف سهم ما بينهم اللي بيحول من ده لده. هروح من فوق خالص على العناصر، اضيف العنصر بقى اللي انا عايزه او الحاجه اللي انا عايزها، واكتب في البحث سهم بالعربي اهو، وابدا ادوس على الجرافيك وابحث عن السهم اللي انا عايزه، وليكن مثلا يا سيدي اي سهم انت عايزه بقى. خلينا نبحث عن حاجه تكون شكلها لطيف. طبعا التصميم ده قلت لك بيكون بالشكل اللي انت عايزه. خلينا نختار حاجه من فوق اهو، خلينا نختار ده. تمام، وابدا الفه كده. طبعا ده مش جاي معايا لان انا عايز سهم من يروح من هنا لهنا. تمام، مش العكس. تمام، خلينا نروح نبحث عن سهم في الاتجاه التاني اهو، نختار ده مثلا والفه كده اهو واضيفه هنا. تمام، يكون بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده. تمام، حلو قوي. خليه كده، هديله لون، هديله اللون ده. تمام، حلو قوي. خلاص ضفت السهم، انا قاصد يكون فوق وشي مفيش مشكله. عايزين نطلع بقى الكلام ده فوق تحت، عايزين بقى نخلي الحاجات دي كلها ورايا انا. ازاي؟ هروح على الصوره بتاعتي. تمام، الصوره الاساسيه نفسها، وادوس على علامه زائد. شايف علامه زائد دي ليها تكرار، الصوره القرار الثاني. جميل، هروح على فوق خالص على مزيل الخلفيات، هيعزل لي الخلفيه زي ما انت شايف مع بعض اهو، خطوه بخطوه تلقائيا عزل لي الخلفيه. كده بقى عندي صورتين، صوره ليا معزوله الخلفيه وصوره نفسها الاصل. هنسق دي مع دي بالظبط كده اهو، بقى كل حاجه ورايا. تمام، السهم نفسه وكل حاجه بقت ورايا. تمام، جميل جدا جدا يا عبد الرحمن. طب احنا عايزين نظبط السهم، مفيش مشكله، هنزل دي تحت كده شويه ونسق السهم بس يكون بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده. تمام، هسحب دي تاني كده اهو. تمام، حلو قوي. خلاص خلصنا الصور. هروح اعمل حاجه خفيفه جدا، ان انا هدي لنفسي اللي هي الصوره اللي انا عازل لها الخلفيه، هديها زي ظل كده. هروح على تعديل واروح على الظلال من هنا اهو، وهبدا ادي لنفسي المخطط ده اللي هو الظلال، وهبدا انزل تحت على التعديل، هديه خليها ابيض اهو، واروح هنا على الحجم بتاع التخطيط واقلله خالص زي ما انت شايف قدامك كده. تمام، بس خلاص بحيث ان صورتي تكون بارزه شويه. نفس الكلام مع السهم، لو انا عايز ادي للسهم ظل هروح على السهم واعمل له ظل، لكن انا مش عايز ظل. هروح بقى على النص واعمل نص جديد وابدا اكتب اللي انا عايزه، تحويل في فيديو، لا خليها من صورة لفيديو. تمام، خلاص كتبت النص اللي انا عايزه، هصغره كده واحطه هنا. تمام، واديله لون مثلا ابيض، واروح على التأثيرات من هنا من فوق واديله زي ظل كده، هخليه مثلا اللون ده، ولا خليها اسود مفيش مشكلة، واكبرها شوية، اكبرها كده شوية. ممكن اغير بقى اللون بتاعها، مثلا اخليه اللون ده عادي، وعايز مثلا احط تحتيها مستطيل زي المستطيل ده كده. تمام، هنزل تحت واروح على العناصر برضو واكتب في البحث مستطيل اهو، مستطيل، وابحث هيظهر لي مستطيلات كتير جدا او اي شكل انا عايزه. ممكن اخد مثلا وليكن المستطيل ده اهو، واحطه هنا كده بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده، واكبره لحد ما يظهر معايا كده، واحركه كده، وادوس على تكرار واخليه مرتين اهو، مش مشكله يبقى ظاهرين فوق بعض مفيش مشكله. خلاص احنا عرفنا. بروح على الوضع من فوق، لو انا عايز اخلي ده تحت النص بروح عليه واروح على الوضع من فوق، واروح على الطبقات واسحب دي تحت دي كده. نفس الكلام اللي انا بعمله من الموبايل من الكمبيوتر ينفع تعمله من الموبايل تاني يا عبد الرحمن. هرجع كده، انا عايز اخلي المستطيل ده يكون ورا الكلام، هدوس على المستطيل او على اي حاجه عامه في الصوره، واروح على الوضع واروح على دي واسحبها تحت ايه الصوره. تمام، خلاص ضاف لي الاثنين مع بعض اهو. ممكن بقى اغير اللون بتاعها عادي جدا من غير اي مشاكل. روحنا على الوضع ودوست عليها وخليتها مثلا وليكن مثلا اسود. تمام، واروح على الثانيه اهو الوضع، واروح على الابيض ده واخليه اسود. تمام، حلو قوي كده. خلاص من صوره لفيديو. تمام، عايز اضيف مثلا عنصر تاني هنا زي العنصر ده كده، نفس الكلام هروح على العناصر واكتب مثلا AI. تمام، او اي حاجه انت بقى عايزها، اي حاجه انت بتشتغل عليها، مش لازم اللي انا بعمله ده، اي حاجه انت بتدور عليها. واروح مثلا على اي حاجه فيهم، وليكن مثلا خلينا نروح على ده. ماشي اهو، هصغر كده واقول لك هنضيفه فين بالظبط. هنزل هنا كده
هسحبه كده واضيفه هنا اهو بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. خلينا بس نصغره واضيفه هنا كده. بص بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، بحيث ان هو يكون ايه ظاهر من ورا الكرسي. وخلينا نصغر كده، نسحب كده علشان يكون ظاهر بالظبط اهو زي ما انت شايف بشكل احترافي جدا اهو. وفي نفس الوقت ما غيرتش كتير في الصوره. تمام. وبكده اكون خلصت الصوره مصغره معايا باحترافيه تقدر تعملها انت باي طريقه انت عايزها. كده نكون عرفنا فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت رايك، ولو عندك اي سؤال تحت في الكومنتات. سلام.